النهاردة هنصور أول أبديت للتانك بتاع الروت تابس بعد ما عدى عليه 5 أيام من يوم ما عملناه. المفروض إن ده كان شكل التانك الأول، دلوقتي بقى بالشكل دوت. دي روتالا. لو انتوا واخدين بالكم إن في نموات كتير لونها أخضر. حلو، النموات الخضرا دي هي النموات اللي طلعت جديدة في ال5 أيام اللي فاتوا. لونها أخضر بسبب إن الإضاءة بتاعة الحوض يعني خفيفة، ممكن نبقى نزود الإضاءة دي بعدين عشان الألوان الحمراء. دي البيبي تيرز، ودي السانست طالع فيها 1 2 وفي تالت جزء طالع، تالت جزء من الورق طالع اهوت كمان، وعندنا واحدة صغنطوطة طالعة منها هنا اهيت. اوكي، وانا كنت حطيت برضو كذا واحدة سانست صغيرة عشان اشوف هي هتبدأ تطلع جذور امتى وتكبر بشكل كويس ولا لا، وهم ماشيين كويس جدا اهوت. ممكن نجرب نشوف الجذور بعد 5 أيام بقت عاملة ازاي. اوكي طيب، دي طلعت جذر اهوت. ممكن نشوف كمان دي، المفروض ان هي الكبيرة، هي كمان طلعت جذر. الكبيرة دي actually كانت مقصوصة من اللي هنا، يعني انا اول ما جبتها قمت قطفها وحطيتها كعقلة جديدة. دلوقتي عدى 5 أيام، الجذور ماشية زي الفل جميلة خالص، وفي جذور تانية طالعة من فوق اهيت باينة. وبس حطيت كمان غير اللي في الصورة هيجروفيليا تانية في النص هنا، حطيت صرخص ورا وكذا حاجة تانية يعني، بس مش مهم ان احنا نتكلم عليهم دلوقتي، خليهم يبانوا بعدين. وبس نستنى ابديتس جديدة بقى للحوض نوري فيها تفاصيل اكتر.